واش حتى نتوما تتحيروا شنو توجدوا الكوتي او العشاء؟ فانا تنقترح عليكم هاد الخبيزات هادي، خبيزات الشحمه ولكن بلا شحمه، بخضره اللي عندكم في الثلاجه. اي بقايات الخضر عندكم ديال اخر الاسبوع يمكن لكم توجدوهم بهم مع شي بريري ديال الاتاي في هاد السمره هادي. يا سلام. وتنتمنى منكم خوتي كما العاده ما تبخلوش عليا بلي لايكاتكم وتشجيعاتكم هكا باش تنتشجع انني نزيد مزيد من الوصفات. وبالنسبه للمقادير غادي نحتاج جوج زليفات كبار الفورس وزلافات الفينو، وتنديروا جوج معالق كبار الزيت، وتنديروا معلقه كبيره سكر سنيده، وتنديروا معلقه كبيره خميره العجين. وما تنساوش الملحه، وكل واحد تيضيف على حسب ذوقه. وتنضيفوا الماء اللي يكون سخون شي شويه دافئ، تنعجنوا به العجين ديالنا ونجمعوها هكا كما تتشوفوا، وكل وحده راها تتعرف كيفاش تعجن. وبالنسبه لهاد العجينه هذه ما تجيناش قاصحه، خصها تجينا رطبه لينه وبلا عذاب بلا تمن. غادي تجمعوا العجين ديالكم حتى تتجمع معكم كما هكا كما شفتوا. تنغطيو عليها، تنديروا لها بلاستيك غذائي وشي زيف، وتنخليوها ترتاح واحد 5 دقائق وتنرجعوا ليها. تنلقاوها تشربات وهكا تنلعبوا بها غير ما بين يدينا هكا كما شفتوا، وتتجينا كاننا دلكناها مده طويله. بالنسبه لي ما تنخممش العجين، تنجمعها كما قلت لكم غير تيتجمع الدقيق مع الماء، وتنخليها تترتاح وترجع ليها. تندي فيها وترجي فيها بين يديا كما قلت لكم، تتجي كانها مدلوكه ولعبتوا بها شحال. وهي غير السر انكم تخليوها واحد 5 دقائق ترتاح. وهنايا بالنسبه للحشوه تنحتاج واحد البصله اللي تكون متوسطه، وفلافل الوان اخضر واحمر وحتى هما يكونوا غير صغار. تنشلضوهم رقاق كما شفتوا، وتنخليوهم تيتشحروا مع شويه الملح وشويه الابزار وتا تيسخفوا. عاد تنضيفوا واحد 2 خيزوات اللي حكيناهم في الحكاكه اللي هي صغيره. ومن بعد تنضيف واحد 200 غرام الكفته، وانتم غادي تضيفوا اي كفته عندكم يا بقريه ديال الدجاج. ما تنساوش في الاول راه تنضيف واحد المعلقه الزيت نباتيه هكا البصله باش تشحر. وهنايا تنضيفوا الكفته خرقوم وسكنجبير وشويه الملحه وواحد معلقه صغيره مركز الطماطم باش هكا تجينا معلكه وتعطينا اللون الاحمر هكا منين نعمروا الخبيزات ديالنا. وما تنساوش واحد المعلقه تحميره حتى هي تنديروها. وتناخذوا شويه القزبور ومعدنوس من بعد ما قردناهم رقاق كما هكا. تنفضل ان كلشي يجي رقيق باش هكا منين نعمر الخبيزات ما تخرجش ليا الحشوه. وهنايا العجينه ديالنا من بعد ما اختمرت وضاعف الحجم ديالها، تناخذوا تنقطعوا منها كويرات كما هكا، كويرات اللي هما متوسطين كيما نتوما بيتو هكا خبيزات رقاق. فيمكن لكم تنقصوا الكميه ديال الكويرات، ديروا غير النص ديال هاد الكويره هادي. بالنسبه لهاد العجينه هادي قسمناها الى 6 الكويرات. وهنايا تنبسطوا العجين ديالنا من بعد ما فرشنا شويه الدقيق فوق سطح العمل، وتنديروا 2 معالق تقريبا او 2 ونصف هكا باش تنعمروا بها الحشوه. وتنشدوا الجوانب هكا كيما شفتوا، وتنلاقيوهم. ما تنكثروش الدقيق فوق سطح العمل باش هكا ما تجيناش العجين قاصحه وما تلصقش لينا. حتى تلصقوا العجين عاد تنضيفوا هكا الدقيق فوق منها باش ما تلصقش لينا فوق الزيت فاش غادي تكمل الاختمار ديالها. وهكا تتجي كيما شفتوا. غادي نعاود معكم واحده اخرى، تنرشوا غير شويه ديال الدقيق غير باش ما تلصقش لينا. وبالنسبه للدينا راه تنشوفوا كيفاش نديروا باش ما يلصقوش لينا في العجين. وهكذا تنضيفوا 2 معالق اولا 2 ونصف. وإلا تصادفنا هكا الكفيته قاصحه كويره شي شويه تنفرتوها، ما تنخليوهاش هكا قاصحه، لان منين نجمعوا العجين هكا ومنين نبغيو نقرصوهم غادي تخرج لينا الحشوه. وكما شفتوا جمعنا العجين ديالنا تجمعناه مزيان وتنقرصوها مزيان باش هكا تلحموها. وعاد تنضيفوا الدقيق شويه الفوق وشويه لتحت باش هكا ملي نحطوها في القراص ما تلصقش لينا العجين. وهنايا من بعد ما تنخليو واحد 5 دقائق تقريبا تنبداو هكا نقرصوهم، وعاد تنخليوهم حتى تيختمروا. عاد تنبداو نطيبوا فيهم. وبالنسبه للمقله اللي غادي نطيبوا فيهم ضروري تكون ثقيله، وندهنوها بشويه ديال الزيت، ومن تما نبداو نطيبوهم. ما تنخليوهمش يختمروا بزاف، لان ملي خلينا العجين في القصريه راه اختمروا. هنا غير تيرتاحوا واحد شويه 11 دقيقه او لا 15 دقيقه على حسب الجو عندكم، وتبداو طيبوا فيهم مباشره. وفي نفس الوقت نديروا واحد البريري ديال اتاي مع النعناع اولا شيبه يجيو معاهم يا سلام. وبالنسبه للحشوه ما ديروش اللحم مربعات صغار او لا دجاج مربعات، لان غادي تخرج لكم ملي تبداو تقرصوا فيهم. احسن حاجه ديروهم هي الكفته، وإلا ما عندكمش الكفته فيمكن لكم ديروا بديل بالشحمه. وكما شفتوا البطبوط تيجي رقيق ما تيجيش غليظ، وتيجي عامر. الحشوه فيه باينه وواضحه، تيجي ألذ ما يكون. كما قلت لكم بشي بريري ديال الاتاي من نعناع اولا بالشيبه، ونديروه الكوتي اولا العشاء ونقدموه لحبابنا بالصحه والراحه. وتنتمنى خوتي كما العاده ما تبخلوش عليا بلي لايكاتكم وتشجيعاتكم هكا باش نتشجع انني نزيد مزيد من الوصفات.